أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة واحسن حال. قبل اي حاجة وقبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. دعوة لماما كده ربنا يرحمها، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة يا جمهورية الفيديو بتاعنا يا رب يعجبكم وان شاء الله يعجبكم. ايه هو يا امولة الفيديو؟ طبعا روتين قوي كده كده قوي قوي قوي. طبعا تكملة الروتين اللي فات اللي هو بتاع تظبيط تنظيف بقى الركنة والصالة والكلام ده. طبعا انا كنت قلت لكم ان انا مش هعمل روتين اصلا، مش هفرش السجاد ولا هفرش الكلام ده خالص، لكن كان لازم ان انا افرشه. وكان لازم ان انا افرش الشقة واظبطها كده لان في مفاجأة طبعا. وهتعرفوها ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله على جمهورية احمد وامل. فطبعا بقى حبايب قلبي ما كانش ينفع نعمل حاجة في الشقة وهي مش مفروشة كده تمام. فقلت بقى افرشها واظبطها، وطبعا نبقى نعيد الروتين من تاني ونبقى نهد بقى من تاني. فايه بصراحة إيه مش مشكلة، حصل خير. اول حاجة عملتها بقى ايه، كنا الصبح طبعا عملت ايه يا امولة، جبت بقى ايه، عملت كوباية نسكافيه كده حلوة على الصبح بقى عشان نفوق كده. وبعد كده طبعا جيت اشغل الشاشة، ولعت عود بخور حلو كده برضو، وجيت اشغل الشاشة. ملك الله يهديه بقى كده ايه، كل ما نظبط الشاشات بقى ونظبط الدنيا على السطح، يطلع بقى كده ايه ويبوظ الدنيا في الطبق بقى اللي هو على السطح ده بتاع الاشارة. فجيت ابص يقول لي مفيش اشارة، لا يوجد اشارة. فطبعا مش مشكلة، حصل خير يعني. الشاشة ما اشتغلتش فرجعتها تاني بقى، وايه طلعت السلوك تاني مكانها وعشان ما يبقاش شكلها وحش. وبعد كده طبعا حبايب قلبي فرشت بقى الركنة. طبعا الاول نفضتها كويس وبعدين كنست، وبعد كده فرشت الركنة بقى اللي هو المخدات بقى كده والمفارش الصغيرة كده اللي فوق دي. طبعا بقى يا جماعة انا بحب افرش الركنة الاول وبعدين بقى وافرش الدنيا واظبط كل حاجة وما يبقاش في حاجة غير المسيح. ولما اسيب الحتة تنشف بقى كده ايه بعدين ابقى افرش. ده اللي انا بحب اعمله. طبعا انا كنست وبعدين بقى ايه فرشت الركنة وظبطت الدنيا، واي حاجة بقى كده ايه في مكانها حطيتها مكانها. طبعا كل ده انا كنت عيناه في اوضة الاطفال، فاوضة الاطفال كانت مكركبة. انا كنت عاملة روتين فيها قبل كده معاكم، بس بصراحة يعني لما حطيت فيها الحاجات دي كركبت. بس طبعا اول ما شلتها برضو يعني الكركبة راحت خلاص. طبعا بقى كده حبايب قلبي عاوز اقول لكم ان نهاية الفيديو نهاية مؤلمة يا جماعة، نهاية مؤلمة ونهاية حزينة. إيه اللي حصل يا امولة؟ طبعا بصراحة احمد ما كانش في البيت، فانا قلت ايه اروق الحتة واظبطها قبل ما يجي. طبعا هو كان ماشي كان لاقي الحتة مكركبة وما كانش في حاجة مش في مكانها، بصراحة الحتة ما كانتش متظبطة. فقلت بقى إيه هيروح ويجي انا عاوزاه يتفاجئ بصراحة ويشوف بقى ايه، لقينا خلصت الدنيا وظبطت كل حاجة، وما يلاقيش يحس ان في فرق كده ما بين او لما مشى ولما اجى.
فبصراحة يعني ظبطت الدنيا وعملت نفسي شاطرة بقى، ومفيش اشطر مني بقى يا جماعة واجدع مني، وانا قوية ما شاء الله واقدر اعمل اي حاجة. طبعا انا ما بعرفش اعلق الستاير، فجيت بقى ان انا اعلق الستاير خلاص بقى وظبطت الدنيا بقى وايه، ما شاء الله عليا. طبعا انا علقت طبقة واحدة، والطبقة النبيتي دي ما علقتهاش بصراحة، لان ايه ان شاء الله على دخلة الشتاء كده هعلقها برضو. فطبعا جيت اعلق البتاعة دي اسمها ايه، الستاير. فعلقت واحدة والتانية، التالتة بقى بقولك التالتة تابتة، فالتالتة تابتة حقيقي يعني. جيت اعلقها بقى وايه يا جماعه وما شاء الله عليا، قمت واخده حته عزق، بس العزق بتاعي بقى اللي هو اللي انا اخدته ده مختلف، معرفش الناس بتقع على الارض وانا بقع واقفه. هتشوفها في اخر الفيديو، انا مرضتش اشيلها والله. بس انا طبعا يا دوب خلصت بقى كده الفيديو، وبعد كده بقى لما وقعت الكهرباء قامت قطعة على طول. فبصراحة ما لحقتش ان انا مثلا لما احمد يجي يعلق الستاير، طبعا كان فيها ستاير تانية، فهو اجا والكهرباء قطع، علقها والكهرباء قطعة. وطبعا ولا عرفت اصور لكم الجولة ولا عرفت اصور لكم واحمد بيعلق بقية الستاير، فيلا حصل خير مش مشكلة. امبارح والله حاسه كده ان انا حسبت الكهرباء، يعني بقول الحمد لله الكهرباء ما قطعتش النهارده يا جماعه، يا رب ما عادت تقطع بقى. وجيت ابص النهارده لقيتها قطعت، امبارح ما قطعتش خالص، الله تقريبا شويه الصبح كده واحنا نايمين. فطبعا بقى حبايب قلبي خلاص بقى كده روقت الدنيا وظبطت الصالة، قصدي الركنة، وحسيت ان فيها بهجة كده في المكان والله يا جماعة. حسيت ان انا ما شفتش شقتي كده بالشكل ده من زمان. بقالها كتير قوي على البلاطة بقى، وزي ما بقول لكم زلبطة. انا ما بعرفش اقول عليها غير هي الشقة زلبطة كده، من غير سجاد ومن غير اي حاجة، الشقة زلبطة. طبعا انا كنت منفضه معاكم الشبابيك بقى، وكنت ماسحه البار وملمعه الدنيا كده، وملمعه كل حاجه معاكم في الفيديو اللي فات، بس برضو يعني ايه رجعت عليهم برضو كده، لان كنا بنفتح الشبابيك برضو والجو كان حر وكده. فطبعا اكيد الجو المكان طرب وكده، بس ايه مش معاكم برضو، قلت ايه مش عاوزه اطول عليكم، انا كنت عامله لكم كده المره اللي فاتت، فايه المره دي كمان بقى ايه هعمل على السريع بقى، انا عملت على السريع بقى كده ايه، وعلى الخفيف كده، علشان ما كانش فيه برضو تراب كتير او كده يعني. تمام تمام يا اموله. خلاص بقى كده حبايب قلبي ظبطنا الركنه، ومفيش في الركنه ولا غلطه، طبعا الركنه انا ما بدخلهاش خلاص بقى كده، الركنه خلاص يعني ما عدتش هدخلها خالص غير لما اخلص الصاله واظبطها، علشان مثلا لو دخلت الصاله، لو انا في الصاله والصاله متوسخه هدخل الركنه هوسخها اكتر، يعني هتتوسخ وانا مروقاها وتعبانه فيها والجو حر، وما اقولكوش بقى، ما اقولكوش يا جماعه. طبعا بقى حبايب قلب اموله مسحت بقى كده، كنست الاول خالص بقى، نفضت الكنبه اللي هناك دي، وبعدين حطيت المخدات اللي عليها، وبعدين بقى كنست ومسحت. وطبعا هنسيب بقى المكان ينشف الاول كده، وبعد كده هنبقى ايه نفرش. طبعا السجاد بتاعي كان مطبق كده يا جماعه، وما كانش حلو اول ما فرشته، طبعا عشان كان مغسول، طبعا انا كنت غسلاه وغسله الدواسات وكل حاجه. لما غسلت السجاد فايه كان مبروم يعني ملفوف كده، اللفه بتاعته ما كانتش مظبوطه، ففضل على اللفه دي، وكان شكله مش حلو بصراحه. فطبعا اول ما ندوس عليه ونمشي عليه هيتظبط تاني يعني على طول. طبعا بقى هنا كده ايه نلمع بقى كده البار، علشان طرب بصراحة، هو الوحيد اللي حسيت انه مطرب اكتر حاجة، فلمعته كده على السريع، طبعا كنت ماسحة المراية ومظبطاها، فما جيتش جنبها علشان بصراحة هبطتني. طبعا بقى كده حبايب قلبي خلاص لمعت كده كل حاجة، وكنت غاسلة المفارش دي، كنت لسه غاسلاها يا جماعة والله. فطلعتها بقى كده وجبتها حطيتها بقى على البار، وظبطت كل حاجة. وطبعا بصراحة حسيت ان المفارش دي قدمت، لان طبعا كنت في الاول الجواز خالص خالص، من ذكائي بقى كده عملت ايه يا امولة، عملت ايه رحت غسلتهم في الغسالة ونشفتهم في النشافة. وما شاء الله عليا يعني ذكية موت. وشكلهم بقى اللي عندهم 100 سنة، فتقريبا يعني شكلهم مش كويس، فعايزة ان شاء الله اجيب مفرشين حلوين كده للبار. وطبعا يا رب كده شايفين طرحتي عاملة ازاي وانا عاملة ازاي، كنت حاسة ان انا طالعة يعني ما شاء الله عليا.
صراحتي كانت متبهدله خالص، وكنت هبطانه وحرانه والدنيا مش مظبطه. شايفين بس السجاد ما كانش مظبوط ازاي، علشان اللفه بتاعته ما كانتش كويسه يعني. طبعا بقى ايه، خلاص رجعت كل حاجه مكانها، والشقه بتاعتنا بقت شقه عروسه يا جماعه. خلاص الشقه بقت شقه عروسه والله. ايه رأيكم؟ قولوا رأيكم كده. طبعا لمعت الترابيزة بقى كده الاول، ولمعت الازاز، وبعدين فرشت المفرش ده برضو ايه بشكل مختلف كده، على شكل مثلث كده. إيه، وبعدين بقى كده حبايب قلبي خلاص بقى كده ايه، نظبط الدنيا ونروح بقى للستاير اللي احنا كنا اصلا يعني هنتكسر النهارده. انا كنت هتكسر، كنت يعني بصوا، الفيديو ده كان هيبقى سبب ان انا رجلي اتكسرت او ايدي او معرفش ايه اللي هيحصل. اهو دي اخرت بقى اللي يعمل نفسه بطل وهو مش بطل. والله بصراحة انا خلاص، طالما الحاجة اللي دي انا عارفة ان انا هقدر اعملها هعملها، لما عارفة ان انا مش هقدر اعملها مش هعملها خلاص من النهاردة. بس لما بعد النهاردة خلاص كده والله كنت هاخد يعني بصوا، مقولكوش هتشوف اخر الفيديو، انا مش عارفة هتضحكوا عليا اكيد. طبعا اول حاجة بقى كنت بفكر فيها ان انا هركب الستاير، وكنت بفكر مع نفسي كده والله هركب الستاير بقى كده وايه اظبطها، وبعدين بقى اول ما احمد يجي اخليه يعلقها على طول. هي الكهرباء ايه جت. تصدقوا والله انتوا وشكوا حلو عليا. برضو فاكرين المرة اللي فاتت يعني كنت برضو بسجل معاكم الفيديو، وطبعا لقيت برضو قبل كده الكهرباء كانت قطعة وايه جت على طول. فانتوا وشكوا حلو عليا والله، كل مرة اسجل معاكم الفيديو اكون بتكلم معاكم والكهرباء تكون قطعة بتيجي على طول. ما تحرمش منكم ابدا والله. ما اقوم بقى اكمل كده عشان ايه ورانا شغل كتير النهاردة. طبعا ان شاء الله بقى ايه مش عدت هعرف انزل لكم الجولة دلوقتي، ان شاء الله انزلها لكم هتشوفوا الشقة برضو يعني، هتشوفوها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. فيلا حصل خير مش مشكلة. ركبنا بقى الستاير كده واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية، وطبعا ايه هما شكلين تمام، شكل كده معين في الركنة، وشكل معين في الصالة. فطبعا هما يعني معمولين مثلا المسمار بتاعهم اللي متركب في الحيطة طبعا على مقاس الشكل اللي في الصالة، والتاني على مقاس الشكل اللي في الركنة. فكنت بصراحة ايه الحمد لله كنت حافظة شكلهم وايه ما اتلخبطتش يعني، والدنيا ما خربتش معايا. خلاص بقى كده حبايب قلبي، ظبطنا بقى كده الستاير وظبطنا كل حاجة. ما تضحكوش عليا يا جماعة، عشان انا دلوقتي يعني حسيت ان انا كده ايه، كنت وانا بعمل الستارة الاولانية دي حسيت ان انا يعني خدت جايزة نوبل والله. وانا كده فرحانة ومبسوطة وقاعدة اقول لكم هي انا ركبت الستارة الاولى. انا ما قلتلكوش انا كنت بقول ايه، انا كنت بقول هركب الستاير واحمد لما يجي هيركبها. فجأة بقى كده يا جماعة وزت في دماغي بقى ايه، يلا يا أمولة ايه، فجأة أحمد عشان يجي يتلاقى الشقة زي الفل، ما يحتاجش انك تقولي له مثلا يا احمد علق لي دي او اعمل لي دي، يجي يتلاقى الشقة زي الفل. فايه قلت تمام ماشي يا أمولة، يلا ايوه انت قدها يا أمولة، ركبي الستاير يا أمولة. فأمولة طلعت في الآخر مش أمولة بقى يلا حصل خير يا جماعة، حصل خير. فطبعا بقى كده حبايب قلبي خلاص والله بصراحة الستاير هبطتني. لان طبعا انا اول مرة اركبها اصلا، كان احمد على طول اللي بيركبها وبيشيلها برضو من مكانها. فيلا حصل خير مش مشكلة، والحمد لله ان ما حصليش حاجة، والعج جه ايه، العج جه خفيف شوية، خفيف ولطيف. يلا بقى كده طبعا دي الستارة الأخيرة. هما كانوا 4 تقريبا، لا لسه في واحدة. يا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم شجعوني كتير كتير قوي، وعاوزين بقى كده لايكات كتير كتير على الفيديو، اللايك يا حبايبي والاشتراك وتفعيل الجرس طبعا عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله انا بعمله وهعمله. وان شاء الله هبهركم الايام الجاية دي. ويا رب كده دايما اكون عند حسن ظنكم، ربنا يسعدكم ويفرحكم ويوفقكم في حياتكم يا رب اللهم امين، ويخليكم ويبارك فيكم ويسعدكم ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، ويشفي كل مريض يا رب اللهم امين، ويرحم كل متوفي. ويا رب ما تشوفوا اي حاجة وحشة في حياتكم ابدا 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 يا رب. وطبعا بقى كده حبايب قلبي أمولة البطلة بقى كده ايه جت تركب الستارة اهي. الله يا أمولة عليك يا أمولة، شاطرة يا بنتي يا أمولة. شاطرة والله يا أمولة. بصوا شايفين بقى، شايفين اهو كده لحد دلوقتي احنا زي الفل، لحد هنا احنا زي الفل. شايفين بقى كنت فرحانة ازاي؟ ايوه احنا هنا زي الفل يا جماعة.
يلا بقى كده نظبطها ونروح على الستارة التانية. مش هنشيل اي هم اي حاجة، هنظبط الستارة دي واكيد احنا ماشيين كده في امان الله. فيا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم. محدش يضحك عليا يا جماعة لما وقعت، محدش يضحك عليا، عشان انا بصراحة انا اتخضيت خضة وقمت قافلة الفيديو وما عدتش صورت حاجة اصلا. فخلاص هنا بقى كده ايه، ظبطت الدنيا. شاطرة يا امول. ايوه الستارة التانية دي خلاص لحد هنا برضو احنا تمام وفل الفل. خليكوا بقى عندي كده معايا عند الستارة اللي في البلكونة دي، ما اقولكوش بقى ايه اللي هيحصل. طبعا بقى كده حبايبي، خلاص هنا كده ايه بقول لكم، شجعوني اعملوا له لايك بقى عشان انا ظبطت الدنيا. خلاص بقى كده طبعا حبايب قلبي ركبت دي كمان وظبطت كل حاجه. و تعالوا لي بقى هناك كده عند البلكونه هقول لكم كلمه. طبعا وهنا بقى كده هناك عند البلكونه كده سيحصل بقى ايه اللي ما حصلش قبل كده. خلاص بقى كده طبعا حبايب قلبي ركبت الستارة دي برضو وظبطتها ورجعتها بقى كده ورا. وبعدين بقى ايه زي ما قلت لكم ان انا هركب الستاير الخفيفة، والستاير التانية دي مش هركبها الا في دخلة الشتاء ان شاء الله. شايفين بقى، شايفين بقى هنا عمولة هتعمل ايه، شايفين؟ اتخضيت خضة عمري يا جماعة. يلا بقى كده، يا رب الفيديو يعجبكم وبحبكم قوي قوي. مع السلامة.